السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من قناة مع أدريان. النهاردة إن شاء الله هنجرب مع بعض شوية ألعاب أنا كنت بلعبها في البلاي ستيشن 1 زمان قوي، فلقيت ناس كتيرة بقى متحمسة لأن البلاي ستيشن 4 والبلاي ستيشن 5 مش عارف ايه. فواحد صاحبي وراني لعبة من الألعاب دي، انا حسيت ان انا معرفهاش مع انها اللعبه دي ذكريات وطفوله. الواحد ركز جدا في سيلك رود، فان شاء الله عايزين نخرج بقى بره سيلك رود شويه ونجدد بقى دمنا ونخش في الالعاب دي. احنا هنجيب الالعاب اللي هي كانت في بلاي ستيشن 1 وكنا بنلعبها ولها ذكريات، نلعبها بقى في البي اس 4 والبي اس 5 بالجرافيكس بتاعها اللي هو القوي والشغل الجديد والستايل بتاع الالعاب ونشوفها سوا. انا مش لعيب، انا هخش اجرب لاول مره الالعاب ديت، لان انا صراحه لعبت مع صاحبي واستمتعت بيها جدا، واتمنى ان شاء الله تستمتعوا بيها انتوا كمان. ويلا بينا نجرب الالعاب. طبعا زي ما قلنا هنجرب العاب البي اس 4 اللي كانت واحنا صغيرين بنلعبها بلاي ستيشن 1، اللي هي أول لعبة وأحلى لعبة وأجمل لعبة اللي هي كراش بانديكوت. هي عندنا في المكان البلد اللي أنا فيها كنا مسمينها كراش الماشي، ولها ذكريات بقى ما أقولكوش. وكنا ممكن نقعد باليوم واليومين نقعد طول اليوم نلعب. فتعالوا يلا نجرب أول لعبة في سلسلة الألعاب إن شاء الله اللي هننزلها في البلاي ستيشن 4، اللي هي كراش ماشي كراش بانديكوت. طبعا اللعبة دي أنا بجربها معاكم وأول مرة ألعبها، حتى لو هي قديمة بالنسبة للناس يعني متابعة على طول البي اس 4 وكده والبي اس 5. بس أنا زي ما أنتم عارفين زيكم بنلعب على طول سلك رود، فالمرة دي بقى بنغير ونخش شوية أكشن. أول مرة ألعبها والله يا جدعان، يعني إيه، تستحملوني بقى. فبنبدأ كده. إنقاذ المزمن. بصوا الجرافيك، يعني يا خبر أبيض، الجرافيك حاجة تانية خالص غير اللي احنا كنا متعودين عليه. يقول ايه ده عربي كمان؟ ياهو زبو ده. اوكي اوكي بس كده. طب يلا نبدأ عشان ايه، هي اللعبة جامدة بس ايه، يلا نبدأ. ده بقى تمام اكس. حلو قوي اهو. لسه زي زمان. اه لسه زي زمان. هي نفس طريقة اللعبة ما غيرهاش، بس المستوى بقى والجرافيك يعني احنا كان مضحوك علينا واحنا صغيرين. ولا ولا ده بيضرب. هوبا ده تنبل. تصدقوا هنا مش زي البي اس 1، احنا كنا الاول لازم نروح لل اللي هو التفاح. دلوقتي التفاح هو اللي بيجيبنا. بودي 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 بودي. لا الجرافيك وطريقة اللعب حاجة تانية خالص، حاجة تانية خالص. ما كناش بنلعب كراش يا جدعان. بدأت الفكرة دي يا أخي، دي بتقع. ماشي. اوعى. سهلة لعبة 30 الحركة دي كنا على طول بنعملها. بس دول ايه بقى كده عديت المستوى ياه، ده انا جامد قوي. عديت المستوى من غير ما اعرف ان انا عديت. هوبا. ده ما تعداش اكمل. بحسبه عديت تصدق. قلت ايه السهولة دي؟ ولا عايز اقلب الطوب ولا ايه؟
اوعى يا ريس. يا جدعان احنا جامدين يا جدعان، اول مره نلعبها ويعني بص، ولا بيزقل بالطول. استنى استنى حطه. ده عبودي بيزقلوا بالطوب ده. يا ابن زلنا يا ابني. اطلع كده. مش كده؟ نعم. زهق. اه. بعدين بقى في العالم اللي بتزقل. يا ابن اللاعبة، عملتها ازاي مش عارف. السيد عم. هوبا. ولا بطاقة. هوبا. جدعان احنا مش عايزين نتكلم عن نفسنا. دي البتاعة اللي كانت بتجيب صناديق. هي نفس الأفكار بس بجرافيك. جرافيك التنين. لا انت له ازاي ده. انا بقول لك افضل ضغط على الزرار عشان تطلع لده. يا عين. ولا. وعالي كده بقى عشان احنا بنجيب جواهر من غير ما نعرف بنجيبها ازاي. في الصندوق هيتساب. يعني مش عدي كده وتروح كده اوبا. ولا. لا بصوا يا جدعان، يا لهوي على الجرافيك. ايه عامله ايه. مش هروح انا الحاجه في الصحافه تعدي على طول. دي بقى. اطلع كده. وبعدين اطلع كده. اطلع كده. اطلع كده بلا زي الطوع ضد. فيها عدل ازاي. فيها. كده كده. ولا البتاعه دي بتطلع. استنى استنى. دي البتاعه دي بتطلع اطلع على كده. انا هروح فين. هروح فين. الواد اللي مزقل في الطوب ده نعمل معاه مش عارف. هو عايز. وهوبا. احنا جامدين بس ما بنقولش ان احنا جامدين. تمويه. ايه يا ريس. اكملت المرحله يعني احنا عندنا شايفين الجرافيك. احلى حاجه في البي اس 4 والبي اس 5 طريقه التصميم في اقناعك ان اللعبه ديت مسلسل انمي انت بتتفرج عليه. اللي هو يعني كانك مش بتلعب. كانك قاعد بتتفرج شايفين. داخلك. جرافيك. يا خبر. يلا نخش المستوى اللي بعده يا ريس. يلا يا ريس المستوى اللي بعده. تمنح السعودية الوجبة. يقول لي أحلى حاجة فيها إنها بالعربي. كانت اللعبة بنلعبها في البي اس 1 ما كانش في عربي ولا فكرة العربي. نط تمسك. الحق. معلش بتجهز بس. اوعى. ده يزقل بقى ده. مش بيزقل. هو ده بقى في الشغل أهو. اوعى يا ريس. اوعى يا ريس. ادريانو جاي. وبعدين بقى فوابي اللي بيساعد واحد بيساعد بالطوب والتاني بيضرب بالشاكومو. بتعاملونا كده ليه يا جدعان. فضلت واقف اخدها. استنى كده. انا مش هاخدها. فيها فدائية. ويو. سريو. اوف. ولا ضيع لي كل الفيديوهات اللي كانت معايا. شوف. اخر الصناديق يا عم.
بصوا يا جدعان، لازم تفهموا ان ادريانو حتى لو بيلعب اول لعبه لاول مره بيبقى تنين فيه. اهم حاجه ما يموتش دلوقتي عشان يبقى شكله وحش. اهو. ده يتعدى ازاي ده؟ لما يبقى حقيقه. لما تبقى حقيقه في بتاع يبتسم. تدي الحاجات دي ولا إيه؟ ولا. لا تتعدى ازاي دي يا ريس؟ إيه؟ اهو. عصبونا ليه؟ مش عايز يا عم. احنا بنتعامل. ما عصبونيش. هم اعمل لعبة تعملوا معايا كده. ده بقى لازم تعمل كده اهو. كده اهو كده اهو. ماشي انا فهمتها. ولا يا حمو يا انا ايه الحظ ده، ربنا عاملها حظ. اللي انا فهمتها ان انا هخش كده مثلث ومثلث، فلقيت ان الاتنين بيختفوا مع بعض، فقمت جاي قلت اما اكمل بقى زي ما تيجي من دماغك. والله العظيم يا جدعان. طب ايه كفايه كده عليكم ولا ايه؟ ولا انتوا تشعروا تمام؟ أقول لكم ده انا موت. ده ده وحش. ده انتوا فاكرين ان هو ده اللي هو كان وحش بيجي وراك. هتوبة. ويا عيني. دي بقى من المستويات اللي هتبدأ بقى تصعب بقى، يعني أنا عشان مبتدئ تعملوا معاه كده. لك بقى إن أنا هعديك. هعديك. يعني هعديك. أنا في التركيز محدش يكلمني. أهو عديت أهو، يعني إحنا جامدين برضه. ولا ده في واحد تاني. ياهو. روح يا عم الحاج. روح يا ريس. ولا الدراعات اللي هي الهزاز ديت بتهزز كده وترجرج في ديكور. لا جامدين بس ما بنقولش ان احنا جامدين. زي ما قلت لكم بصوا الالعاب اللي هي البي اس 4، يعني انت هتيجي تلعب بي اس 1 وتجيب بقى نفس اللعبه اللي هي بي اس 1 دي تلعبها في البي اس 4، تحس ان انت تقريبا كنت بتلعب لعبه عايزه كورس معاك. صدقوني الجرافيك، طريقه اللعب، حاجه ممتعه جدا. فان شاء الله النهارده كده خلصنا الحلقة حلوة أوي لحد كراش، وإن شاء الله لأ هنعمل شوية حلقات كده عن اللعبة لحد ما نختمها خالص أو نوصل فيها لأعلى مستوى في اللعبة ديت. وإن شاء الله برضو هنعمل يعني زي فكرة قائمة تشغيل وأنا بجرب اللعبة دي وبجرب ألعاب تانية كتيرة، فإن شاء الله. بس أهم حاجة ما تنساش اللايك والاشتراك بالقناة، معقولة هتطلع كده بعد ما تتفرج وتنبسط؟ يعني أنا راجل لسه مبتدئ في اللعبة وبلعب، مش تخش تتفرج وتنبسط تضغط لايك وبعد كده اشتراك عشان تلحق بقى الفيديو الجاي. ماشي، يلا سلام عليكم.